الممثلة بسمة بوسيل تفجر مفاجأة لجمهورها وتعترف عن سبب طلاقها من زوجها. وقبل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. فجرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مفاجأة لجمهورها عندما صرحت أن حلم العودة إلى طليقها الفنان المصري تامر حسني سيتحقق في يوم من الأيام. وأضافت بسمة بوسيل في تصريحات صحفية أن السبب وراء انفصالهما لوصولهما إلى مرحلة لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما. وتابعت: طبيعة شغل تامر كمان صعبة ودائما محتاجة مجهودا، لكن اكتشفت أن المشكلة لدي، أنا أتعلق جدا بالأشخاص وهذه هي أزمتي. وبحسب بسمة فإن الطلاق كان بالنسبة لديها أمرا صعبا، ولكنها وتامر حسني يحبان بعضهما البعض كثيرا كأشخاص بعيدا عن مسألة كونهما زوجين. أما عن مشاعرها تجاه نجم الجيل، قالت إنها شخصية غالية عندها للغاية، والتواصل مستمر بينهما حتى الآن، حيث يتابع معها كل شؤون حياتها ويسأل عما تفعله. وذكرت أن الطلاق بالنسبة لها كان بمثابة صدمة حادة، ووصفته بأنها مصيبة، مشيرة إلى أنها كانت تراجع نفسها وتتساءل عما يحدث لها. وأوضحت بسمة أن الطلاق وقع بعد وفاة والدها ولم تكن تتوقعه، في الوقت الذي تزامن مع إجراء والدتها عدة عمليات جراحية، وأصبحت مسؤولة بشكل تام عن 3 أبناء. وصرحت قائلة: لقد بدأت أشعر أنني بحاجة إلى التقرب من الله، ورحت عمرة 3 مرات في سنة، أجري على الكعبة وأشتكي، والحمد لله بقيت راضية. هذا ما قالته بسمة، التي أكدت أن حالتها النفسية استقرت. وأشارت بسمة إلى أنها أصبحت تنظر إلى الأمور ببساطة، سواء الموت أو الطلاق، مؤكدة أنها متصالحة أكثر مع نفسها وسعيدة جدا في حياتها. وعن صفاتها فقد أكدت أنها شخصية عصبية وصريحة ولا تعرف النفاق، وتتأثر في الأمور أكثر من أي شخص، منوهة أنها عاشت ضغطا نفسيا قبل زواجها. وكشفت أن والدها عبر عن حزنه في آخر أيام عمره نتيجة لما كانت تعانيه، حيث قال لها قبل رحيله أنه كان يتمنى أن يراها سعيدة، مبينة أنه لو رآها حاليا سيجدها في أسعد أيام حياتها. هذا وفي وقت سابق خرجت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن صمتها لتكشف السبب الحقيقي لطلاقها من الفنان المصري تامر حسني. نشرت بسمة عبر حسابها على موقع انستغرام صورة لزوجها من حفل زفاف مديرة أعماله هالة عمر الذي أقيم أمس الثلاثاء، وعلقت عليها برسالة غامضة قالت فيها: حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة، لتثير بذلك الجدل، وهو ما دعاها لكتابة منشور آخر لقت فيه اللوم على طليقها لعدم احترامه مشاعرها، مؤكدة أن مديرة أعماله سبب رئيسي في طلاقها منه، ووصف إياها بخربت البيوت.